رجعت لكم ببارت جديد واحداث جديده كتير. يلا بينا نبدا. صحيت يوسبر تاني يوم وما لقيتش كواناش في الغرفه. جهزت يوسبر وقررت تشوف سطح السفينه. قالت لها الخادمه: انت متاكده انك عايز تخرجي يا انستي؟ الافضل انك تستريحي لحد ما تتعافي. اصرت يوسبر وقالت لها: ما تقلقيش، انا حاسه بتحسن كبير دلوقتي بعد ما نمت. ده غير ان دي اول مره اسافر على سفينه، هيكون مضيع ان اقضي الرحله كلها نايمه. فتحت الباب وقابلها ضوء الشمس والبحر الواسع. دهشت يوسبر وقالت: ده شكل البحر. وهي مندهشة من شكل البحر وجماله، جه الحراس وحيوها. بصت لهم يصبر وقالت نفسها: نظرتهم نفس نظرة أسلان لما شافني امبارح، كل واحد فيهم حذر مني. ده بديهي، بالنسبة لهم أنا مش أكتر من واحدة غريبة. رادون إمبراطورية جديدة، بدل ما يتجوز الإمبراطور من سلالة الصحراء، بالنسبة لهم كان الأفضل إن يتجوز من نبيلة من إمبراطورية رادون. بس بدل ما يرتقي لتوقعات الشعب والنبلاء ويتجوز من شخص ينتمي لإمبراطورية رادون، اختار كواناش في الآخر يتجوز من أميرة أجنبية من مملكة صغيرة. وده ولد فيهم الخوف والحذر شديد مني. أنا بكره ده، بس هعمل إيه؟ ما عنديش حل تاني. فأكيد بيتم احترام الصحراء، علشان كده ما اضطرتش إن أنا أواجه النوع ده من المشاكل. بس أنا دلوقتي بقيت خايفة من اللي هيحصل لي في رادون. وهي بتفكر جه حد بيجري عليها بيقول: جلالة الإمبراطورة. اتفزعت يوسبر وبصت، لقيت سيمون الدكتور بيجري وبيقول لها: أنا كنت بدور عليكي في كل مكان جلالتك. قالت لي يوسبر: ايه المشكلة؟ انا بقيت كويسة دلوقتي بسبب الدواء اللي قدمتهولي امبارح. قال لها: بس لو اتعرضتي لرياح باردة. وملحقش يكمل كلامه وحد قال: هتقع في ورطة كبيرة، مش كده يا دكتور الامبراطور؟ اتفزع سيمون وخاف قوي. بصت يوسبر ولقت كوناش قرب منها ومسك ايدها وقال لها: انا ما لقيتكيش في غرفتك لما رجعت، يلا خلينا نرجع. وراح شال يوسبر. اتفاجئت يوسبر قالت له: كوناش لو سمحت نزلني. قال لها: السفينة بتهتز بسبب حركة الأمواج، مش عايزك تقعي. أخدها كواناش الغرفة. قالت له: انت ليه بتعمل كده قدام الكل؟ سألها: انت خايفة من اني مش ملتزم بآداب السلوك ولا ايه؟ قالت له: بس لو فضلت تعمل كده هيتريقوا عليك. قرب منها وهو شايلها وقال لها: انا نسيت اقولك حاجة كان المفروض اقولها لك من قبل كده. انا بقيت امبراطور عشان اقدر اعمل حاجات زي كده. كنت عايزة اغير القوانين عشان يقدر الكل يعيش بحرية، مش ملزمين بالآداب والتسلسل الهرمي. مفيش داعي للقلق عن اللي هيفكر فيه الخدم عني، هما فاهمين أهميته إن يبينولي الاحترام، مجرد مظهر. وراح نزلها على السرير وقال لها: أما بقى بالنسبة للي أظهروا بعض التصرفات الغير لائقة أو بصولي بازدراء، فهم رحلوا من زمان من الإمبراطورية كلها. بصت يوسبر جنبها على السرير، لقت كتب. سألته: إيه ده؟ قال لها: جبتلك شوية كتب وانت نايمة، مفيش حاجة كتير تقضي بيها الوقت في السفينة، فقلت أجيب كتب. فرحت وقالت له: هو في كتب زي دي في السفينة؟ قال لها: لأ، أنا جبتها معايا من القصر. ولا انتي مش بتحبي القراية؟ قالت له: أنا هوايتي القراية، بس الفترة اللي فاتت كنت مشغولة قوي، علشان كده ما كانش عندي وقت أقرأ. الله، خلاص خلينا نقرأ مع بعض لحد ما نوصل. قريت كتاب على السرير وأخد كواناش كتاب تاني وقراه على كرسي. وفكرت يصبر إمبراطورية رادون رائعة حقا، كل كتبها قديمة قوي بس حافظوا على حياتها الأصلية. بصت لكواناش وقالت نفسها: بيقولوا إن مكتبة قصر رادون أكبر المكتبات في القارة. أكيد كواناش بيحب القراية بسبب ده. كل ما قعدت معاه أكتر كل ما اتعرفت عليه أكتر. وبصت عليه وهو بيقرا الكتاب لقيته مكشر وهو مركز في القراية. ضحكت وقالت: ده شكله لما يكون غارق في التفكير. افتكرت حياتها الأولى وإن القراية كانت هوايتها المفضلة، لأنها كانت معزولة عن الكل، فكانت القراية الطريقة الوحيدة اللي سمحت لها تروح لعالم تاني، وقدرت تبص على حياة وأفكار الكتاب اللي مقابلتهمش قبل كده. كانت دي الطريقة الوحيدة اللي طردت بيها وحدتها. وقالت نفسها وهي بص على كواناش: بس دلوقتي عارفة ازاي يكون شعور ان يكون معاك شخص بيشاركك نفس افكارك وهواياتك. قد ايه هيكون رائع لو قدرت تتمتع بالهدوء ده في امبراطورية رادون. ونامت يوسبر وهي بتفكر وبص على كواناش وهو بيقرا. صحى كواناش اول ما وصلوا لمينا. ركبت يوسبر وكواناش في العربة من المينا لحد القصر من غير موكب. وهم في العربة سألت يوسبر: انت شايف ان من المقبول تقديم الامبراطورة للناس بالطريقة دي حقيقي؟
ده غير ان شعب الامبراطورية كانوا في انتظارك طول الوقت ده. رد عليها: كده كده الكلام مش هقف عنك، علشان كده كفاية انك تظهر لهم وشك بس. وكمان بعد ما نقيم حفل زفاف عايزة اقدم لك ليهم رسميا. وراح اتكسف وقال لها الزواج في اكايا كان مجرد اجراء شكلي، بس الوضع هنا مختلف دلوقتي. استغربت شيوسبر وكمل كوناش: بعد الزواج هيعرف شعب الامبراطورية انك الامبراطورة الحقيقية للامبراطورية دي. وصل كوناش ويسبر للقصر. قابلت يسبر كبيرة الخدم وحيتها وورتها القصر وعرفتها على الغرف. ويسبر ماشية بصت من الشرفة فكرت إمبراطورية رادون بتتقدم بسرعة مذهلة. كان الكل بيبص للإمبراطور اللي حقق التقدم المدهش ده على إنه مجرد بربري. فهمت دلوقتي السبب اللي خلى أكايا تخسر الحرب في حياتي السابقة. وهي ماشية في ردهة القصر بصت من الشرفة لقت قصر شبه قصر أكايا. سألت كبيرة الخدم: هو إيه ده؟ قالت لها كبيرة الخدم: ده قصر اتبنى جديد، عايزة تروحي هناك جلالتك؟ بصت عليه يسبر وقالت: ده جميل قوي، ده شبه القصر اللي كنت عايشة فيه في أكايا. بس ردت على كبيرة الخدم وقالت لها: لأ، مش عايزة أروح. وسألتها: هو مفيش أماكن تانية أشوفها؟ وكملت يسبر جولتها لحد ما وصلت على أوضتها. أول ما شافتها يسبر فرحت قوي وعجبتها جدا. قالت لها الخادمة: افتكرت إنك هتكوني تعبانة نوعا ما من السفر، علشان كده حضرت الحمام مسبقا، والخادمات هيجهزوا غرفة النوم هيخلوها مثالية. استغربت يسبر وسألتها: يجهزوا غرفة النوم؟ قالت لها: هو مش النهارده أول يوم هتكونوا فيه مع بعض في القصر الإمبراطوري؟ صدمت يسبر بعد ما خلص كوناش شغله جه على الغرفة ولقاها متزينة ومليانة ورد. كانت يسبر ساعتها رجعت الغرفة بعد ما جهزها الخادمات وقال لها: واضح إن في الوقت اللي كنت مشغول فيه اتغير جو الغرفة بشكل مفاجئ. قالت له يسبر وهي مكسوفة: واضح إن الخدمات ادوا اهتمام كبير بالغرفة، إن ده أول يوم ليا في القصر. قال لها: علشان أول يوم ليكي في القصر جهزولك الفستان ده؟ قالت له: هو الفستان مش بيناسبني صح؟ كسف كوناش وقال لها: لا، المشكلة انه مناسب عليكي بزيادة. قال لها: بالمناسبة، انا قلت ان احنا مش هنكون مع بعض من غير ما توافقي، صح؟ انتي اكيد تعبانة. عموما انتي اكيد تعبانة بعد السفر، علشان كده اذهبي للنوم الاول. قالت له يصبر وهي مرتبكة: انا اسفة، انا مش متعودة على الحاجات دي، قصدي الزواج. بصلها كوناش وقال لها: بتعتذري ليه؟ انتي برضو اول واحدة في حياتي. اندهشت يوسف وقالت له: ايه؟ حقيقي؟ سألها: انت حقيقي متفاجئة بعد ما عرفتي انك اول حد في حياتي؟ قالت له: افتكرت انك متعود على الحاجات دي لانك الامبراطور. قعد كوناش على السرير وقال لها: عموما دي مشكلة فعلا، احنا الاتنين ما عندناش خبرة. ايه رأيك لو بدأنا نتقرب من بعض الاول؟ وراح مسك ايدها وقال لها: ايه رأيك نمسك ايد بعض واحنا نايمين الاول؟ كسفت يصبر وبعدت ايدها وقالت له: ملابسي غير مريحة، غير ملابسي الاول في الغرفة المجاورة. قال لها: في أزرار في الجزء الخلفي من الملابس، هيكون صعب عليكي إنك تفكيها بنفسك. وراح قرب منها وقال لها: لو مش ممانعة ممكن أساعدك؟ بعد ما يسبر بدأت تلاحظ إن كواناش مختلف عن اللي عارفاه وبقت عايزة تعرفه أكتر. وكواناش اللي بيحاول يقرب من يسبر بكل الطرق. يسبر هتبدأ تآمن إنه مش هيأذيها، ولا هتفضل كده فاكرة إنه هيضرها؟ استنوني في بارت 8، مش هتأخر عليكم. باي.